السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مريومة اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوة لاكريم سهلة كتجي خطيرة في المذاق ومتماسكة كيف العادة. غنوجدها معكم بأبسط المكونات بدون جيلاتين وبدون اي تعقيدات، يمكن لاي وحدة فيكم تحضرها وتنجح معها. شوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. الى عجبتكم الوصفة ما تنسوش انكم تدعموني بتعليقكم ولايك الفيديو، كذلك ما تنسوش تنضموا القناة اذا كنتم مازال ما مشتركينش. ضغطوا فقط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نخليكم مع المكونات والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات غنحتاج 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي هنا 11 ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، 11 ملعقه كبيره ديال الحليب، 11 ملعقه ديال الزيت النباتي، رشه ديال الملح، واحد الساشي تاع الفاني، وعندي هنا واحد الخماره الحلوه اللي كتوزن 8 غرام، وعندي 11 ملعقه كبيره ديال الدقيق الخاص بالحلويات. ندوزو للطريقه. هنا في واحد الاناء خديت يعني اناء غادي ندير فيه دوك 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيض ضروري انه يكون بدرجه حراره المطبخ، ثم غادي نضيف عليه رشه ديال الملح، ثم غادي نضيف ساشي تاع الفاني، ثم 11 ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات. وغادي نضرب هاد المكونات جيدا. هنا انا غنستعمل الضرب الكهربائي، ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي يعني اللي كنديروا فيه العصير، يعني تخلطوا فيه مزيان. صافي انا من بعد ما ضربت الكل يعني مزيان، دابا غادي نضيف ديك 11 ملعقه كبيره ديال الزيت النباتي وغادي نعاود نضرب مزيان، ثم غادي نضيف 11 ملعقه ديال الحليب. بالنسبه للحليب ضروري يكون يعني بدرجه حراره المطبخ، الا كان عندكم ديجا في الثلاجه دفيوه. صافي انا غادي نحيد الضرب الكهربائي وغادي غادي ندير هنا الطحين. غادي ندير 11 ملعقه كبيره ديال الطحين. المهم انا غنبقى ندير غير شويه بشويه يعني حتى نكمل ديك الكميه كلها ديال الطحين. 11 ملعقه كبيره وضروري انكم تغربلوه. بالنسبه للطحين راه سبق ليا غربلته، دابا كنغربلو للمره الثانيه. صافي من بعد غادي نضيف الخمارات الحلوه اللي كتوزن 8 غرام، حتى هي ضروري اننا نغربلوها. فهاد لاجينواز عطيتكم القياسات هكا بالملعقه يعني باش كلشي تجي سهله. يعني ما بغيتش ندير لكم هذا الميزان لان كاينين بعض السيدات اللي ما كيتوفروش عليه. هذا هو القوام ديال لاجينواز، يعني هذا هو القوام ديالو. صافي دابا خديت اللاطه فرشت لها بابي كويسون وغادي نحاول انني نسرح. يعني بالنسبه لي يعني هاد اللاطه هي كبيره شويه على الاخرى على الثاني اللي غنستعمل. المهم هاد اللاطه غادي نخرج منها جوج ديال هذوك ديال لاجينواز، جوج طبقات. يعني غنخلي غير واحد الكميه قليله للطاوه الثانيه. فهاد الاثناء كيكون الفران ديجا شاعل كنشعل عليه من التحت ومن الفوق، يعني ما كتاخذش ليا الوقت بزاف في الطياب دغيا كطيب. صافي هنا اللاطه الثانيه. صافي انا خديت اللوز مع الكركاع درتو هكا في المقيله. هذا هو الشكل ديال اللاجينواز من بعد ما طابت، يعني اللاطه الاولى والثانيه. هنا غادي نزول هكا من داك الورق. وهذا هو السمك ديالها. المهم كتجي بينوبي، ما كتجيش غليظه بزاف ما كتجيش عاوتاني رقيقه. المهم صراحه هنا انا خليتها تحمرات ليا. بالنسبه انا المهم هنا راه خليتها بردات شويه، يعني ما حيدتها ما زولتش من داك القاعده ديالها وهي باقا سخونه، يعني خليتها حتى بردات. المهم هنا خديت هذا الاطار. ممكن تستعملوه ممكن ما تستعملوش على حسب الا كان متوفر عندكم. كاينين طرق اخرين ان شاء الله مره اخرى غنشارك معكم الطرق ديال بدون هذا الاطار. يعني ممكن كيفاش انكم تقسموا لاجينواز ديالكم بزاف يعني. المهم هذا هو الشكل ديال لاجينواز. صراحه كتجي رطبه كتجي خفيفه بزاف وناجحه صراحه كتجي زوينه بزاف. المهم انا غادي ندير الطبقه الثانيه غير نرقعها. المهم غادي نلصق بين الاطراف. هذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم راه ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني هاد لاجينوس في الفران دغيا كطيب. صافي هنا من بعد غادي نوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنا جوج ديال العلب ديال الشونتيي، عندي جوج علب ديال فلون كراميل، عندي واحد الساشي تاع الفلون، وعندي هنا نصف لتر حليب اللي كيكون بطبيعه الحال مجمد. المهم بالنسبه يعني لهاد الطورطه ممكن ديروا غير كريم شونتي وحده يعني باكيه وحده. انا فضلت انني ندير جوج. صافي من بعد ما درت هنا جوج ديال الاكياس ديال الشونتيي. بالنسبه للحليب كما شفتوا راه فيه دوك الطروفه ديال الكلاص لانني درتو هكا في المجمد، يعني باش انه يتدرب لكم مزيان باش تطلع لكم الكريمه مزيان. المهم انا باقي ما طلعتش الكريمه بزاف، يعني كنطلع شي شويه باش انني نضيف عليها داك هاد دانون
يعني هذا ديال الفلون كراميل. المهم انا غادي نضيف 2 علب، نتوما غادي نضيف واحد الساشي تاع الفلون كراميل. يعني هادشي راه كيبقى اختياري، ممكن تضيفوا اي نكهه متوفره عندكم. صافي، وغادي نعاود نضرب الكل جيدا، يعني غادي نضرب مزيان حتى تطلع معايا الكريمه بهذا القوام كما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل، يعني بهذه الطريقه. المهم صافي، هنا غادي ناخذ الطبقه الاولى ديال لاجينواز، وغادي ندير عليها، يعني غادي ندير لها هذا الاطار. الا ما كانش متوفر عندكم راه ماشي ضروري، راه سبق لي وجدت معكم واحد الطورطه يعني ما درتش كاع الاطار. المهم هنا خديت الحليب، يعني كنسقي بها لاجينواز، ثم غندير الكريمه. انا فضلت انني نديرها في هاد لابوش هكا بهاد الطريقه، كتجيني صراحه متساويه هكا في لاجينواز. مهم بالنسبه لهاد الطورطه راه صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. كنصحكم انكم يعني تجربوها، خصوصا المبتدئات، يعني غير زعموا وصاوبوها ان شاء الله غادي تنجح معكم وغادي تعجبكم اكيد وغتولي معتمده عندكم. واسمحوا لي على الصوت ديالي صراحه. كنحاول ما امكن انني نغوت، يعني وكنزيد الصوت هكا في المونتاج غير باش انكم تسمعوا الصوت، يعني تسمعوا شنو كنقول هكا في لا فيديو. وشحال هادي كنقول باغا نمونطي الفيديو، ما بغيتش نمونطي لكم حيت اصلا فين كان مشى لي كاع الصوت مشى. المهم قلت بلاتي نحيد على هاد لا فيديو نمونطو لكم باش نحطو ان شاء الله. المهم انا صافي من بعد ما قديت ديك الكريمه كنحاول انني نقاد على هكا الوجه ديالها. ثم هنا خديت اللوز مع شويه ديال الكركاع اللي سبق لي هكا صهرتهم فوق المقله راني وريتكم. بالنسبه لداك اللوز قطعته على شكل طولي هكا درته من فوق الكريمه. يعني لكم اختيار، ماشي ضروري انكم ديروه، هو كيعطي واحد القرمشه اللي هي زوينه بزاف. ممكن ديروا اللي متوفر عندكم، ديروا حتى اللي في خويته ما كيجيو زوينين. صافي، هنا بالنسبه لديك الطبقه ديال لاجينواز اللي كان سبق ليا رقعتها، هي اللي كنحط في الوسط دائما. انا في جميع الطورطات ديالي كندير ديك، يعني ديك اللي كتكون هكا مقسومه كنديرها ديما من الوسط. المهم انا خديت الحليب توا، يعني كنسقي به هكا لاجينواز كما كتشوفوا راه دغيا كيغبر ملي كنديرو من الفوق لاجينواز. هذا دليل على ان لاجينواز ناجحه 100%. صافي، ومن بعد غادي ندير الكريمه، الطبقه الثانيه ديال الكريمه كما كتشوفوا. صراحه كتجي زوينه، يعني هاد الطورطه كتجي بنينه بزاف وسهله، يعني ما فيهاش زعما شي تقنيات اللي هما صعاب، شي حاجه يعني سهله غير اللي ما بغاتش تحدق وصافي، اللي ما بغاتش تصاوب. وتا بالنسبه للمكونات ديالها راه بساط. كما قلت لكم بالنسبه للكريمه راه ممكن ديروا غير ساشي واحد ديال هذا ديال لا كريم شونتي. وممكن تستعملوا ديال العبار راه كيتبقى شويه رخيص على هذا ديال العلبه. الا بغيتو زعما تاخذوا ديال العبار او انكم تاخذوا الكريمه السائله، تاخذوا نص لتر ب20 درهم كتبقى شويه رخيصه. المهم صافي، انا من بعد ما قديت ديك الكريمه غادي ندير طبقه ثالثه ديال لاجينواز. وهنا كنحاول انني نقادو بان لي واحد الفراغ، ان كاين واحد نقص شويه في هاد لاجينواز. صافي، يعني زدت لها شويه ديال رقعتها حتى هي شي شويه، ثم ضفت على الحليب هكا سقيتها بالحليب. ثم غندير الكريمه، يعني غادي نحاول انني نغطي لها هكا وجهها بالكريمه. ومن بعد غادي ندخلها هكا المجمد. يعني كيبقى اختيار، الا ما بغيتوش ممكن في البلاصه انكم تزولوا لها داك الاطار، خصوصا يعني فاش كيكون الجو بارد. يعني ما تحتاجوش انكم تدخلوا المجمد. انا خديت شويه ديال لوز ايفيلي درته في مقيله باش انني نحمر باش نزين به الطورطه ديالي. صافي، انا زولت الاطار للطورطه. هذا هو الشكل ديالها كما غادي تشوفوا معايا كامل الجوانب. كما شفتوا معايا طبقه ديال لاجينواز، طبقه ديال الكريمه. صافي، هنا غادي نحاول انني ندير عاوتاني واحد الكميه قليله ديال الكريمه من الجوانب باش ملي ندير داك لوز ايفيلي باش يبقى مثبت ليا. ممكن ديروا الكاوكاو، ممكن ديروا الفيوتين، ممكن ديروا اي فاكهه او اي حاجه عندكم، اي حاجه كتوفروا عليها ممكن تزينوا بها. يعني التزيين كيبقى اختياري. بالنسبه للمذاق راه كيجي رائع جدا. كنتمنى يعني هاد الطورطه انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لان فعلا كتستحق التجربه وغادي تنجح معكم اكيد من اول تجربه. صافي، هنا من بعد ما غادي ننتهي يعني من التزيين ديالها. هنا خديت الكريمه درتها في لابوش وغادي ندير واحد التزيين اللي هو بسيط، يعني هاد الشكل اللي درت كي بحال زيكزاك ولا شنو. المهم هاد صراحه جا زوين، يعني الا سميتو مازال غنقرب لكم الكاميرا من بعد ما غادي ننتهي غتشوفوا يعني الشكل ديالو. صراحه جا زوين الشكل. المهم
من بعد غادي نشارك معكم الكلاصاج اللي غادي ندير هكا من الوسط ديال الطورطه، يعني بدون جيلاتين بدون فلون. واحد الكلاصاج اللي كيجي رائع جدا، كيجي زوين وسهل وسريع. هنا درت نص كاس الماء وملعقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي ندير الكاسرونه ديالي فوق النار ونصف كاس ديال الحليب مع ملعقه كبيره ديال المايزينا، وضفتهم على داك الماء، وغادي نخلط الكل جيدا. ثم غادي نضيف النكهه ديال الفريز. بالنسبه لهاد نكهه الفريز بنتي هي اللي طلباتني عليها، انا كنت صراحه معوله ندير الكراميل. وغادي نرجع الكاسرون ديالي فوق النار، يعني حتى يعقد ليا داك، يعني بدا كيعقد ليا لانني دايره فيه المايزينا. صافي هنا غادي نحاول انني نوزعو على الطورطه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه من بعد ما انتهيت من التزيين ديالها. كما شفتوا داك الزيكزاك اللي قلت لكم ديال الكريمه، الشكل ديالها جا زوين وسهل وسريع، يعني بمكونات اللي هي بسيطه. وبالنسبه للطورطه بمناسبه عيد الميلاد ديال بنتي، كنت صراحه معوله انني ندير ليها الكراميل. هي اللي قالت لي ماما بغيت شي حاجه في الغوز. صافي ودرت دابا هنا ما كيبانش غوز، كيبان كي بحال الحمر. هو راه غوز، يعني غوز. بالنسبه لديك الشكلاط باش كتبت ما عرفت دابت ليا، ما عرفتش علاش دابت، يعني استعملت نوعيه كالا ولكن ما عرفتش. المهم هنا قطعت معكم واحد القطعه باش تشوفوها كي جات. المهم طبقه صراحه، طبقه اللي زوينه بزاف، طبقه ديال الكريمه ولا جينواز، طبقه اللي هي متماسكه جدا. صافي هنا غادي نقطع لهم الحلوه، ودرنا واحد الاحتفال صغير هنا عيد الميلاد ديال بنتي ريتاج. كنقول لها سنه سعيده وكل عام وهي بالف خير ان شاء الله. وهنا صافي كلشي غادي نقطع ليه. المهم انا وبناتي وراجلي صافي حنا اللي كاينين بوحدنا. درت لهم التورته وصافي حضرنا احتفال بسيط. صافي وكل واحد كنقطع ليه. والصراحه بالنسبه لهاد الحلوه والله العظيم الا كليناها بقى منا غير شويه اللي بقى الغد ليه، غير بقى شويه اللي عطيتو كيقول لك زيديني زيديني. عجباتهم بزاف صراحه، جات بنينه بزاف. هذا هو الشكل ديالها. صراحه دابا فاش كنمونطي فيها والله ما كراطه وحق الله. جات زوينه بزاف، جات لذيذه. كنتمنى ان هاد التورته نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.